نسر الأهلي يحلق منفردا بصدارة الدوري المصري بهدف الفدائي وسام أبو علي. وسام أبو علي اللي بيعمل أرقام ما شفناهاش من فترة كبيرة منذ اعتزال كابتن عماد متعب. قبل ما نبدأ حلقتنا مع بعض زي ما متعودين ما ننساش الدعاء لإخواتنا في فلسطين، ربنا يا رب ينصرهم ويثبت أقدامهم ويرحم شهدائهم ويداوي جرحاهم يا رب العالمين. وما ننساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. وسام أبو علي اللي بيعمل ارقام لينا فتره كبيره ما بنسمعش عنها في الدوري المصري او بالاخص في النادي الاهلي. وسام ابو علي اللي النهارده بيقدر يسجل من 17 مباراه 15 هدف لينفرد بهدافين الدوري المصري. يمكن اقرب الهدافين ليه فيستون مايلي مهاجم بيراميدز وحسام اشرف مهاجم بلديه المحله، كل من 14 هدف. يبقى بكده وسام ابو علي فارق هدف ما بين فيستون مايلي وحسام اشرف. وسام ابو علي اللي في توقعاتي ان هو هينهي الدوري بفارق كبير ما بينه وبين المهاجمين اللي بتنافس معاه. بس كده لا، وسام ابو علي يمكن من اكثر اللاعبين في حته ان هو من 17 مباراه 15 هدف، اكبر معدل تهديفي يصطحب لوسام ابو علي. يمكن ده مش في الدوري المصري بس، ده بالنسبه للدوريات العربيه. يمكن المنافس ليه الوحيد كريستيانو رونالدو، يمكن اكبر معدل تهديفي في الدوريات العربيه وسام ابو علي وكريستيانو رونالدو. وسام ابو علي النهارده بهدفه في البنك الاهلي بيعمل ارقام قياسيه للنادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي بيقدر يفوز 18 فوز متتالي، بيكسر رقم جديد كان حققه برضه النادي الاهلي في 2017. يمكن النادي الاهلي الارقام دي هو بيعملها عشان يجي بعد كده هو يكسرها، لان النادي الاهلي مفيش منافس ليه، صعب ان انت تقارن النادي الاهلي باي منافس تاني. لذلك انت ادور دايما، يعني انت دور كده على اكبر فوز متتالي في الدوري المصري عبر تاسيس الدوري المصري، هو الاهلي صاحب ال 17 لقب متتالي او 17 فوز متتالي في ايام مانويل جوزيه 2004 2005. بيجي النادي الاهلي النهارده عشان يكسر الرقم ده ب 18 فوز متتالي مع مارسيل كولر. يمكن اللقب الوحيد اللي متعلق بمارسيل كولر النهارده ان مارسيل كولر تخطى مانويل جوزيه ب 18 فوز متتالي. يبقى بكده النادي الاهلي عمل لقب في 2004 و2005، جه 2024 كسر الرقم ده. صعب ان انت تقارن النادي الاهلي باي منافس في الدوري المصري او اي منافس في افريقيا. يمكن تدور على اقرب منافس للاهلي في الدوري المصري هو نادي الزمالك اللي له كل الاحترام والتقدير. نادي الزمالك صاحب ال 14 لقب، اما النادي الاهلي خلاص بيقترب بشده من اللقب رقم 44 فوز بالدوري المصري. يمكن فارق ما بينه وبين النادي الاهلي 30 لقب. نرجع تاني لوسام ابو علي في رقم جديد. وسام ابو علي رابع ماتش على التوالي ياخد مان ذا ماتش او احسن لاعب في المباراه. وسام ابو علي يمكن من اللعيبه او من المهاجمين اللي جات النادي الاهلي متاخر عشان تعمل الارقام اللي من زمان نفسنا نشوفها في النادي الاهلي. وسام من ضمن المهاجمين اللي جات برجله بيسجل، بدماغه بيسجل، من ضربات ثابته بره ال 18 بيسجل، في الصندوق بيسجل. وسام ابو علي من المهاجمين الكامله المتكامله اللي قدر النادي الاهلي يحصل عنها. النهارده النادي الاهلي بيفوز على البنك الاهلي في مباراه، يعني من المباريات اللي دايما بشوفها رخمه. البنك الاهلي مش من الانديه السهله ان انت تفوز عليها. البنك الاهلي اللي دايما بيبقى رخم ان النادي الاهلي يقدر يفوز عليه بسهوله. يمكن شفنا البنك الاهلي قدر يفوز على النادي الاهلي في المباراه الاولى. النهارده النادي الاهلي بيفوز 1-0 في مباراه صعبه جدا. يمكن البنك الاهلي كان هيتعادل بهدف كريم بامبو اللي اتحسب تسلل، فبالتالي لو كان حصل ان الهدف ده اتحسب كان هيخلي النادي الاهلي يخش في حسبه ثانيه، حسبه ان انت النهارده خدت 3 نقاط باقي لك 4 نقاط وتحسم الدوري بشكل رسمي. يمكن النادي الاهلي عنده النهارده 75 نقطه، باقي له بالظبط 4 نقاط لينفرد بصداره الدوري، يبقى رسميا النادي الاهلي متوج بالبطوله. هتقول لي ما بيراميدز قادر ان هو يوصل للنقطه 79. هقول لك المواجهات المباشره اللي هتفصل بين الفرقتين. النادي الاهلي لسه ليه 5 مباريات، عايز منهم مباراتين على الاقل او مباراه ويتعادل المباراه اللي بعديها، بس ده ان شاء الله مش هيحصل. غير ان مارسيل كولر بيعمل تاريخ لنفسه. انت النهارده بتتكلم بتقول ان انت كسرت رقم مانويل جوزيه ب 18 فوز متتالي.
مارسيل كولر باصص لاعلى من كده. مارسيل كولر قادر ياخد الخمس مباريات اللي جايين بحيث ان هو يحسم الدوري ب 23 فوز متتالي، وقادر النادي الاهلي في الفتره دي يعمل كده. لعيبه النادي الاهلي اللي يعني بقيت بحس ان هم يعني حسوا ان هم خلاص بنسبه كبيره قدروا ان هم يحسموا الدوري، فبالتالي تلاقي اللعيب نازل المباراه اللي هو عايز يعمل كل حاجه في المباراه، عايز يشوط من بره 18، عايز يلم واحد على واحد، عايز يعمل كل حاجه. النهارده بنشوف تالق لجميع اللعيبه اللي كانت متواجده. هتشوف حسين الشحات والاسيست اللي هو الاروع اللي اتعمل لوسام، يمكن من ضمن الحاجات اللي وسام عملها النهارده ان هو ضيع هدفين كانوا محققين للنادي الاهلي. هتيجي تقول لي ما انت لسه بتقول عليه فيرود جامد، هقول لك اي فيرود بيضيع. بنشوف فراوده في الدوري الانجليزي والدوري الايطالي والدوري الفرنسي، وفراوده من الناس اللي احنا بنحبها زي كليم بابي، الناس الكبيره، الناس التقيله في لعب كره القدم بيضيعوا. ده ما يعيبش وسام. وسام امتى يعيبه مثلا ان هو ما يبقاش هداف من الهدافين التقال؟ ان هو بيضيع باستمرار. عكس ان احنا بنتكلم في 17 مباراه 15 هدف، يعني انت بتتكلم في معدل ان انت خلاص وسام لو جاب مثلا هاتريك الماتش الجاي يبقى خلاص كده انت بتتكلم ان وسام كل ماتش جول. فبالتالي الارقام دي انت ليك فتره كبيره ما بتسمعش عنها في الدوري المصري. يعني الارقام دي انت ما بتسمعش عنها في الدوري المصري ليك فتره كبيره. مش هتقول لي مثلا في حته ان مثلا الهدافين 15 هدف، لا، انا بتكلم على ان انت الكواليتي بتاعك من 17 مباراه بتسجل 15 هدف بمعدل 15 مباراه من ال 17 مباراه. اكبر معدل تهديفي لينا فتره كبيره ما شفناهوش بالرقم ده. فبالتالي وسام خامه مبشره جدا، وخامه هتكون بالنسبه للنادي الاهلي صفقه من الصفقات اللي هتفرق مع النادي الاهلي كتير. النهارده طبعا النادي الاهلي بيصل للنقطه 75، متبقي له 5 مباريات، عايز اربع نقاط من 5 مباريات ليحسم الدوري بشكل رسمي. هنيجي طبعا يمكن احنا قلنا ان قدرنا ان احنا يعني اللعيبه اللي كانت متواجده النهارده في المباراه، اللعيبه دي يمكن بشوف ان هم بداوا يستمتعوا بالمباراه، بدا يستمتع بلعبه جوه الملعب بحيث ان هو قدر يحسم الدوري. فبالتالي حته الضغط دي اتشالت شويه. النهارده بنشوف حسين الشحات واداؤه جوه الملعب حاجه روعه الروعه. كريم فؤاد يعني العناصر اللي كنا بننتقدها في حته الباك الشمال دي، او كنا بنقول ليه مارسيل كولر حاطط كريم فؤاد في حته الباك الشمال دي ما عنده كريم الدبيس. النهارده كريم فؤاد بيعمل جبهه باسمه وجابها لنفسه. كريم فؤاد النهارده بيلعب حته الباك الشمال دي بطريقه يعني نقدر نقول عليه لاعب من اللعيبه اللي هي صايعه كوره شويه في الحته دي، ان انت تكمل وتقطم لجوه تلاقي نفسك على يمينك وهتشوط. يعني هو بيلعبها بطريقته. طبعا يمكن فرقه مع النادي الاهلي كتير، يمكن مصدر الخطوره كله دلوقتي بقى من عند كريم فؤاد. يمكن بعد اصابه علي معلول كنا بنقول الجبهه دي هتتاثر بشكل كبير. النهارده مش النهارده بس، في المباريات كلها بنشوف كريم فؤاد بيلعب الحته دي يعني حاجه فوق الوصف، يعني حاجه تخلي النادي الاهلي يشكل خطوره من الجبهه دي. فبالتالي احنا جبهه الباك الشمال دي خلاص بنسبه كبيره في حين وجود علي معلول او مش او علي او اصابه علي معلول بنسبه كبيره بتشكل خطوره على المنافس. هتيجي لامام عاشور، اللي امام عاشور حاسس انه بقى بيتاثر شويه بحته ان وسام خد منه حته نجم الشباك دي. يعني الفتره اللي فاتت دي كلها ما فيش كلام غير عن وسام ابو علي. وسام ابو علي بعد ما كنا بنقول في كل مباراه امام عاشور وتالق امام عاشور في المباريات. امام عاشور محتاج يراجع نفسه شويه، محتاج ان هو يبص على زمايله في الفرقه شويه، ما يلعبش لنفسه عشان دي هتفرق معاه كتير في الايام اللي جايه. النهارده اكثر من لعيب، يعني من اللعيبه اللي تشوفها تحب ان انت تتفرج عليها. اكرم توفيق يمكن من اللعيبه اللي انت بتقال عليها اللعيبه الجوكر، اللعيبه اللي بتلعب جوه الملعب في اي جبهه بيسد. العب باك يمين حاضر، العب نص ملعب حاضر، العب ارتكاز حاضر، في كل مجال متواجد في الملعب. اكرم توفيق يمكن من اللعيبه اللي فارقه مع النادي الاهلي بشكل كبير. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجماهير النادي الاهلي. ان شاء الله النادي الاهلي المباراتين الجايين يقدر يحسم الدوري بشكل رسمي. وبكده تكون انتهت حلقتنا، وما تنساش الاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.